سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على أساس الجلسة ديال بوكريشة، شنو وقع فيها، شنو هما التطورات اللي كاينين، شنو هما الأمور اللي هما جداد زادوهم أو تضافوا في هذا الموضوع هذا. وأكيد أنه كاين كلشي، هذا الشيء كامل اللي قلت لكم راه كاين في هذا الموضوع هذا. ونتمنى انكم الاخوان انكم تشاهدوا لا فيديو من البدايه حتى النهايه، ونتمنى انكم تفتحوا الودينات ديالكم مزيان وتسمعوا مزيان شنو غادي نقول لكم، لاننا غادي نبارطاجي معكم شي امور جد مهمه واللي كتهم الناس او الاشخاص اللي هما متبعين هذا الموضوع هذا ديال بوكريشه، بالخصوص انه كاينين الناس اللي مع بوكريشه وكاينين الناس اللي هما ضد بوكريشه. حنا غادي نهضروا على اساس شنو واقع، الكواليس شنو وقعوا فيها وشنو واقع بالضبط في الجلسه ديال بوكريشه، قبل ما تكون الجلسه ديال بوكريشه ومن بعد. واكيد انه فاش خرجوا الناس من الجلسه شنو وقع لبوكريشه، شنو كاين، شنو هما التطورات اللي وقعوا في ذاك الموضوع، شنو هي الحاجه اللي تزادت ولا تضافت في الموضوع. واكيد غادي تعجبكم الاخوان ان شاء الله. المهم قبل ما ندخلوا في الموضوع، الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش تهبط لتحت تورك على زر الاشتراك وتفعل ميزان زر الجرس باش يجيكم الجديد. وما تنساوناش الاخوان من لايك الفيديو وواحد تعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيو لينا هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش نوصل لكاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. يلا الاخوان اللي نطولوا ونقصروا غادي ندخلوا مباشره لصلب الموضوع، لانه كاين بزاف ديال الامور اللي بغيت نبارطاجيها معكم. ونتمنى عاوتاني ما ننساش شي حاجه، ونتمنى انني ننسى شي حاجه اللي هي قليله ونتفكر عاوتاني شي حوايج اخرى. المهم لانه فاش كترتب الافكار ديالك باش انك تقول للناس بزاف ديال الامور، فاش كتطلق الكاميرا اكيد انك كتبارطاجي معاهم شي امور اللي صراحه ما كنتش كنظن واش غادي نقولها لكم، ولكن كتلقى راسك عاوتاني مشيتي لشي حاجه اخرى ونسيتي داكشي اللي خاصك تقول. المهم نتمنى انني ما نديكاراش وما نمشيش عاوتاني شي حاجه اخرى. المهم بالنسبه للاخوان، انتم عارفين بلي انه اليوم كاينه الجلسه ديال بوكريشه، وراني ديجا بارطاجيت معكم في الفيديو السابق شنو كانت المؤامره اللي كانت ضد بوكريشه او ضد يوسف الزرواني. كل الاشخاص او كل الطرفين كل واحد عنده مؤامرات بيناتهم، ولكن حنا غادي نكتشفوا لانه في ذاك الفيديو هضرت لكم بالضبط على المؤامره باش انهم يطيحوا الزرواني. دابا الاخوان غادي نهضروا على شنو وقع بالضبط في ديك الجلسه ديال بوكريشه اللي صراحه لاحظت تطورات ملحوظه. واكيد غادي نكتشفوا بانه تم التدخل ديال خديجه الروقاني، وتصدموا في ديك الفتره فاش كانت سعاد الجوهره المغربيه جات مع خديجه الروقاني والتحقوا الجلسه. هنا غادي تكون المفاجاه الاخوان، واكيد انهم غادي يحسوا بريوسهم لانك بحال كبيتي عليهم شي ماء بارد، خويتي على راسك داكشي اللي وقع لدوك الناس، وبالخصوص لبنى السريعه والناس اللي معاها والناس اللي كيعاونوهم كيقولوا كيفاش اش كدير هاد السيده هادي في هاد الجلسه هادي. هاد الجلسه هادي راه ماشي ديالها، ولكن مازال غادي نعرفوا السبب علاش بالضبط انها التحقات لديك الجلسه وعلاش تدخلات. ونخبركم الاخوان بواحد الخبر اللي هو زوين، انه تقبلات في هذا الموضوع. بالنسبه لخديجه الروقاني غادي تبقى تسير وهي السبب وراء تاجيل هذه الجلسه هذه. المهم كما قلت لكم التفاصيل كلها غادي نعرفوها. كما قلت لكم الخوت اليوم كاينه جلسه ديال بوكريشه، واكيد انه كاين تقديم ديال بوكريشه، وكنا كنصادروا واش غادي يعطيوه الصراح مؤقت او لا. واكيد تفاجئنا بانه ما كاين لا صراح مؤقت لا حتى شي حاجه. فلهذا السيد مازال معتقل مباشره. فسروا مع الجلسه، هزوه عاوتاني ردوه للمكان ديالو اللي هو السجن. المهم كما قلت لكم الخوت ان بالنسبه لهذا الموضوع هذا لاحظ تطورات خطيره، تطورات في شتى المجالين. ما غاديش نهضر بزاف وما غاديش نتعمق بزاف لانني ما عرفتش بالضبط الملتمسات ديال القضيه، ولكن داكشي اللي عارفه غادي نبارطاجي معكم، وداكشي اللي فاهمو غادي نبارطاجيه معكم. المهم فاش مشى بوكريشه كيسولوه بالنسبه لكم عارفين فاش كتكون الجلسه اكيد كيتم الاستنطاق ديالو وكيسولوه على اساس الامور واش درتي واش فعلتي. اكيد ان بوكريشه هو اعترف بكل شيء وقال لك بانه راه قال، واكيد ان الفيديوهات كلها شاهده عليه. ومباشره شنو وقع؟ التحقت خديجه الروقاني والتحقت سعاد الجوهره المغربيه، وكيقول مع راسو كيفاش ان هاد الناس هادو التحقوا بهاد الجلسه هادي، شنو جابهم لهنايا، ماشي الجلسه ديالهم. ولكن هنا غادي تكون المفاجاه، لان خديجه الروقاني دخلات لهذا الموضوع هذا، لان بوكريشه ما نساوش انه في ديك الفتره فاش كان كيهضر في القضاء وكيهضر في المؤسسات ديال النيابه العامه، اكيد انه في ديك الوقيته كان كيهضر في الموضوع ديال سعاد الجوهره المغربيه، كيهضر على اساس زينه الحريم، وكان كيهضر على اساس ديال القضايا اللي هما بالضبط تابعينو شكايات. وفي ديك الفتره هو كانت عنده ديك الهضره وخرج كيهضر في القضاء المغربي، وهذا هو السبب وراء الاعتقال ديالو. وداكشي علاش انه التحقات خديجه الروقاني في هذا الموضوع، ودارت دفعات الامور ديالها وحطات المستلزمات ديالها، وقالت لهم حقا راني بغيت نهضر على اساس هذا الملف هذا، لانه هو يهضر
بالضبط في ديك الفتره فاش كانت يعني هذا الموضوع هذا ديال سعاد جوهره مغربيه. واش ديك الوقيته كاينه شي حاجه فيها ان ولا شي حاجه، فهنا غادي تكون عاوتاني تحقيقات وغادي تعاود عاوتاني الدوسي راكم عارفين، وهي قالت لهم حكا خاصنا ناجلوا هاد الجلسه هذه حتى نطلعوا على اساس الملف وشنو فيه. فعلا داكشي اللي وقع ماشي سيمانه فقط وانما جوج ديال السيمانات تقريبا. يعني غادي تكون الجلسه ديال بكريشي عاوتاني تم التاجيل ديالها حتى ل 12 في شهر 5 او لا 12 في شهر يعني 6 الاخوان عفوا في شهر 6. غادي نتاكدوا عاوتاني وغادي تكون عاوتاني الجلسه ديال بكريشه وغادي نشوفوا شنو هما الامور اللي جديده اللي غادي توقع في هذا الموضوع هذا. واكيد كما قلت لكم راه كاين شي حوايج اللي صراحه غادي تخليونا او لا غادي يخليونا هاد الامور هادو غادي نتقلبوا. اكيد ان كل شيء ولا دابا عارف بان خديجه الروغاني هي شدات هذه القضيه هذه حتى هي ودخلات يعني بحيازيه وبغات باش انها تكتشف شنو هو السبب وراء هذا الشيء كامل، واش كاينه ان في هذا الموضوع. اكيد انه غادي يكونوا يعني قضايا اخرين. وبالنسبه لبكريش الاخوان غارق وكيزيد كيغرقها. واكيد بالنسبه للمحامي ديالو اللي صراحه ما فهمش علاش بالضبط انه وصف للناس وقال لهم حكا فاش شاف يعني خديجه الروغاني تحققات الموضوع وشاف سعاد حتى هي تحققات وجابوا الموضوع ديالهم. اشنو قال هذا السيد هذا اللي هو الدفاع ديال بكريشه؟ خرج قال لهم كيفاش نتوما بغيتوا ان السيد يعني غارق كتشوفيه راه غارق وانتم زايدين عليه باش انه يغرق ويزيد يغرق. يعني هنا انا بغيت غير نعرف علاش بالضبط انك انت يا محامي يعني علاش بالضبط انك كتقول هذه الهضره هذه وكتقول على هذاك السيد بانه راه غارق وانتم كتزيدوا عليه. يعني هنا كتزيد تبين بانه فعلا هو عنده شي امور خطيره جدا. يعني ماشي غير ديال انه ضرب في القضاء اللي ولا في النيابه العامه، اكيد انه كاين شي امور اخرى اللي هي خطيره جدا وانت خايف عليه باش انه يزيد يغرق. هو اصلا غارق. يعني هنا فهمت السطا ما فهمناش بالضبط يعني المغزى ديالك ايها المحامي. وما نساوش عاوتاني واحد اللقطه اللي ما تسطاتش يعني اللبنه السريعه من بعد ما شافت يعني اللقطه ديال ان المحامي ديالهم ولا الدفاع ديالهم مشى كيدير يعني السلام ديالو بدا كيسلم مع خديجه الروغاني في ديك الفتره. يعني ما كرهاتش يعني اللبنه السريعه باش انه تشد ذاك المحامي تقول له اش هذا التصرف درتي، علاش مشيتي عند ديك السيده، علاش هضرتي معاها، علاش تسلمتي معاها، علاش كتضحك معاها. ونصات راسها بان دوك الاشخاص هما محامون يعني كلهم كيديروا واحد القضيه. هما فاش كيشدوا واحد القضيه راه غادي يدافعوا على ديك القضيه وغادي يهضروا عليها سواء كانت يعني ايجابيه ولا سلبيه. هما عارفين باش انه هو شد عليه واحد الانسان يعني انت كتدافع عليه سواء دار ولا ما دارش. هو كيخلصك خصك تدافع عليه باي طريقه ممكنه. وبالنسبه للمهنه ديالهم راه بوحدها، وبالنسبه لديك الفتره فاش كيكونوا في المهنه ديالهم راه حاجه اخرى. وفاش كيخرجوا من المهمه ديالهم انهم راه كيخرجوا كيشربوا قهوه كيمشيو كيهضروا عادي كيضحكوا بيناتهم. ولكن بالنسبه للعمل كيبقى العمل وبالنسبه للخروج كيبقى الخروج. فهذا الشيء اللي ما استخدوش ديك السيده في الدماغ ديالها وكتعجب وكتقول مع راسها كيفاش ان السيده هذا كيمشي عندها وبدا يمشي كيسلم عليها راكم عرفتوا الموضوع. المهم فكما قلت لكم انه كاينين بزاف ديال الامور وكاين بزاف ديال الحوايج اللي بغيت انني نقولها لكم. ولكن كيف العاده ينفو كتطلق الكاميرا بزاف ديال الحوايج كيمشيو. داكشي علاش انني كنحط ديما ورقه وستيلو ونكتب المسائل ديالي باش انني نبارطاجيها معكم. ولكن اليوم ما كتبت حتى شي حاجه وبارطاجيت معكم يعني داكشي اللي كنعرف. ومازال شي حوايج اخرين يعني مازال ما بارطاجيتهاش معكم اللي صراحه مشات في البال ديالي. ولكن فاش غادي نتذكرها ان شاء الله عاوتاني في الفيديو الجاي غادي نبارطاجيها معكم كيف العاده. المهم اخوان نكتفي بهذا القدر هذا في هذا الفيديو هذا. ونتمنى انكم يعني فهمتوا بزاف ديال الامور وعرفتوا شنو هو السبب اللي خلى باش انه تم تاجيل هذه الجلسه ديال بكريشه وعلاش بالضبط انه ما عطاوش يعني الصراحه مؤقت وعلاش بالضبط بزاف ديال الامور يعني غطيح لكم في البال. اكيد انني نتمنى انني عطيتكم شويه من الاجوبه من داكشي اللي بغيتو. ونتمنى انكم نتوما ما تبخلوش بين الخوت يعني باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه. اي واحد عنده الراي ديالو اكيد باغي يبارطاجيه معنا يكتبوا لنا في التعليق. واكيد انني غادي نبارطاجي معكم الخوت وغادي نناقش معكم اي حاجه كما كانت. حنا في هذا الموضوع هذا كيبحال الخوت يعني في اي امور كاينه حنا اصلا خوت وكيجمعنا دين واحد الحمد لله. المهم كما قلت لكم الخوت يعني هذا الشيء كامل يعني قلبت وبقششت ولقيت يعني بعض الامور اللي صراحه انا شاك فيها ما كنبارطاجيهاش معكم. ولكن الامور اللي انا شاك فيها راه كنقولها لكم كنقول لكم بالضبط راه كاين هذه وكاين هذه وكاين هذه وكناكدها لكم. المهم كما قلت لكم الخوت ما تنساونيش في اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم وما تنساونيش من البارطاج ديالكم. واكيد انه الا كتبارطاج الفيديو اكيد انه كيكون تفاعل وما تنساو لي لايك حتى هما. المهم داكشي اللي كاين في هذا الموضوع هذا. شكرا على المتابعه والى اللقاء.